يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء الحب. حاسس بالوحدة يا صاحبي؟ مخنوق ومش طايق نفسك وكل حاجة جاية عليك؟ اطمن، عيد الحب هيجي وانت برضه لوحدك. بهزر معاك. عاوزك بس في الاول تعمل لايك وتشترك في القناة وخليك حلو معايا، وزي ما بروق عليك روق عليا. هتبقى زي الفل كده وتنشف تبقى حلو. اكيد عرفت انا هتكلم عن ايه. عيد الحب، الفالنتاين. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب. الحب مالينا غير، والله مالينا غيره. وطبعا دلوقتي انت عاوز تعرف ايه هو السؤال، بس هو مش سؤال واحد، هم اكتر من سؤال، واهم واحد فيهم اخر واحد، فخليك معايا وركز ويلا بينا. السؤال الاول هو ليه سموه عيد الحب فالنتاين؟ ليه سموه؟ بيقول لك ان اسم فالنتاين ده نسبه للقديس الفالنتاين، والاغرب من كده ان يوم 14 فبراير ده اليوم اللي هو اتقتل فيه، يعني الناس بتحتفل باليوم اللي هو اتقتل فيه. يعني بيقول لك ان فالنتاين كان قديس عايش في روما في القرن الثالث، واعتقله الامبراطور روما عشان كان بيضطهد المسيحيه، كان راجل عنصري، وسبب جريمته وقتها انه كان بيجوز المسيحيين اللي بيحبوا بعض ويوفق راسين في الحلال، وده طبعا عكس اوامر الامبراطور، لانه كان شايف ان الجواز هيعطل الشباب عن الغزو والحرب. صباح الفل. المهم ان عمك فالنتاين عصى الاوامر وجوز العيال لبعض، فالامبراطور اتقمص وسجنه، وفي فتره سجنه وقع في حب بنت السجان. يعني مفيش كده، كان بيحب على نفسه. وفي يوم اعدامه اللي هو يوم 14 اللي احنا بنحتفل بيه، بعت ليها رساله حب، يعني يوم ما مات بعت ليها رساله حب وكتب عليها فالنتاين، وقع امضاء فالنتاين، قال الوداع، واتقلب العالم بعدها، وبقوا بيتلككوا عشان يستهبلوا، وطلعوا شعر في العصور الوسطى، وشكسبير الف مسرحيه وقال لك المسرحيه دي اهداء لفالنتاين، ما صدقوا لقوا حاجه عشان يستعبطوا. وفي القرن ال19 اتحول التعبير عن الحب من كتابه جوابات بخط الايد لتبادل بطاقات، مرورا بالدباديب والمجات، وصولا لبوكس لفالنتاين. وده اللي مش عارفه، ده بتروح تبيع كليتك وتشتريه. وبقى يوم 14 فبراير يوم عالمي بيحتفل بيه العالم كله بالحب، إلا في مصر بنحتفل بيه مرتين، حاجة كده زي زيادة الخيرخيرية. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل اتنين وبس. بس خلي بالك، يوم عيد الحب هو سلبياته أكتر من إيجابياته. مش بس كده، أنا عاوز أقولك بإن العنف والتحرش والجريمة بيزيدوا في اليوم ده بالذات. ليه؟ ده السؤال التاني. بيقولك ايه؟ يمكن ان يؤدي التركيز على الرومانسية والحب الى زيادة مشاعر الغيرة والانتقام لدى البعض، زيادة الضغوط على الاشخاص الذين لا يملكون شريكا، زيادة مشاعر الحزن والاكتئاب لدى الاشخاص الذين يعانون من علاقات فاشلة. يمكن ان تؤدي بعض مظاهر الاحتفال بعيد الحب الى زيادة استهلاك الكحول، مما يؤدي الى سلوكيات عنيفة، زيادة التواجد في أماكن مزدحمة، مما يؤدي إلى زيادة فرص التحرش. ومش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. بيقول لك لازم تخلي بالك من استغلال الشركات لهذا اليوم لبيع منتجاتها. وفي تقارير بتقول إن 60% من المصريين شايفين إن الفالنتاين بيأثر عليهم بالسلب أصلاً. زائد بقى زيادة حالات التحرش والعنف في الشارع بتزيد، مش بس في مصر، لا ده في العالم كله. المهم نفهم ايه من كل ده؟ ان اكيد احنا كبشر مش محتاجين يعني يوم نعبر فيه لبعض عن حبنا. افرض اليوم ده ما جاش واللي بتحبه مات وما لحقتش تقول له. والتعبير عن الحب مين اللي ربطه للحبيب بس؟ امال ابوك وامك فين؟ صحابك، ولادك، اهلك يعاك. وخلي بالك ان سبب التسويق الرهيب ده هو اغلبية ان الشركات عاوزة تبيع منتجاتها بس مش اكتر، وكله بيعلي على كله عشان يحس انه محبوب ومرغوب فيه. احساس مرضي للأسف لأغلب الناس إنه يبين قد إيه عايش سعيد ومبسوط ومحبوب، مع إن أنت لو فكرت هتلاقي إن ده ما يهمش حد أصلا غيره، وهو ليه بيحاول يبينه. بس للأسف أغلب الناس لما ما تعملش كده بتحس إن في حاجة ناقصاها، إحساس مرضي بالكمال بيسعوا ليه وعمرهم ما وصلوا ليه، لأنك دايما بتشوف إن في اللي محبوب أكتر منك وجات له هدية أغلى منك وقضى يوم أفضل منك. وأنت تحفة. بس يا علي مش ناقصة، فاهم؟ هو زي ما كان حسين. المهم ملخص الكلام ده ايه؟ ان الحب مش محتاج عيد عشان نعبر فيه لبعض، ودي هتبقى حاجه كويسه لو معكش فلوس تجيب هديه لمراتك. عبر عن مشاعرك في اي وقت وفي اي يوم من ال 365 يوم في السنه. وبالمناسبه دي احب اقول لك انت حد جميل وتستاهل كل خير. بس كده حلقتنا خلصت، بس الاسئله لسه مخلصتش. ولو انت وصلت لحد هنا اعرف انك انسان شبعان وابن اصول ومحترم. ولو نسيت تعمل لايك اعمل، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك، بنقدم مواضيع سخنة وبالسمسم. وما تنساش تقول لي رأيك في كومنت، واشوفكوا تاني في حلقة جديدة وسؤال ملوش إجابة. سلام.